ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو النهارده هنتكلم ان احنا ازاي نعمل instrumentation using الروتري فايلز. اول حاجه، هنصحكم بنوع روتري فايلز معين وهحط لكم صورته، اسمه دوتا، وده بيكون كويس جدا جدا في الانسترومنتيشن للروتري. زي ما انتم شايفين في فايلات جلايد باث بدل ما نعمل مانوال جلايد باث، وفي فايلات الروتري العاديه. اوكي، فايلات الروتري العاديه عندي اورفيس اوبنر، وعندي فايل 20 تيبر 4 و25 تيبر 4 و25 تيبر 6 و30 تيبر 4. هنعرف دلوقتي ازاي نستخدمهم معانا واحده واحده. الفايلات دي اسمها دوتا. في منها الفايلات العاديه، وتقولوا لهم ان انتوا عايزين اللي هم ال 30 تيبر 4 وال 25 تيبر 6. طيب، اول خطوه احنا بنعملها ان احنا بنعمل patency، ان احنا بنتشيك ان الكنال ما فيهاش اي obstructions، اي حاجه تخليني تمنع الفايل هو ان هو يخش. طيب، هنيجي بقى للفايلات اللي انا لسه موريها لكم، احنا فتحناها وهنبدا ان احنا نستخدمها. اشكال الورود دي لو ما بقاش حد عارف دي سببها ايه، بيبقى ان احنا كل مره بنستخدم الفايل بنقطع حته ورده صغيره، لغايه اما تقطعهم كلهم تعرف ان الفايل مش هتقدر تستخدمه تاني، عشان ممكن يعني بيبقى more liable ان هو يتكسر. طيب، اول حاجه بعد كده هنعمل الجلايد باث بتاعنا. لو احنا معناش روتري فايلز ممكن هنعمله مانوال عادي جدا، بفايل 15 او 20 لغايه الوركينج لينث. طيب، احنا دلوقتي في فايلات الروتري هنبدا ان احنا نستخدم اول فايل في فايلات الجلايد باث، وهظبطها على الوركينج لينث بتاعي زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا استخدمه. ومحدش يستخدم روتري فايلز من غير اديتر. الاديتر مهمه جدا عشان تديني لوبريكيشن وعشان الفايل ما يتكسرش. بما اننا بري كلينيك ولسه بنشتغل على اكستراكتد تيث، فاحنا المهم ان احنا نجيب طبعا نوع اديتر ما يكونش غالي، يعني لان دي اسنان اكستراكتد في الاخر، لان احنا مش بنشتغل على بيشنت. بعد كده بنحطه على الجلوفز كده ونبدا ان احنا بالفايل. طيب، الروتري بنشغله ازاي؟ بنشغله عادي. بعد كده بيظهر لي الاعدادات بتاعتك اللي هو التورك والسبيد كلها بتبقى مكتوبه على الفايلات من ورا. يعني انت بتجيب علبه الفايلات بتاعتك وتبص عليها من ورا، هيبقى مكتوب كل الاعدادات. انت هتبدا تظبطها على الاعدادات اللي المفروض الفايلات معموله عليها. اوكي، وتبدا ان انت تستخدم بالخطوات العاديه. هنعمل ازاي بقى؟ احنا بنخش في الكنال 4 تايمز، بنخش اقل من الوركينج لينث بملي ملي ملي واطلع. يعني ايه؟ يعني اول مره هخش اقل من الوركينج لينث بملي، تاني مره هخش اقل من الوركينج لينث بملي، تالت مره هخش اقل من الوركينج لينث بملي، الرابع مره هخش الفول وركينج لينث. يعني اول 3 مرات مخليش الستوبر تبقى على الكاسب على طول، لا اخلي فيه سبيس. في رابع مره انزل كومبليت وركينج لينث واطلع على طول. وبعد كده الفايل ده خلاص مش هستخدمه تاني. تمام، هخش على الجلايد باث، الفايل جلايد باث اللي بعديه. الفايل بيخش من غير ما نتك على الزرار اللي ورا في الهاند بيس. احنا بنلفه كده لغايه اما الاقي اللون اختفى جوه الهيد، وبعد كده بضغط اسمع التك وخلاص. وانا بطلعه بتك على الزرار. نفس الكلام، ملي ملي ملي، والرابعه فوق الوركينج لينس وبنطلع. فايلات الجلايد باث كانوا 3 بس انا استخدمت منهم 2، يعني حسيت ان كانال بريمولر بتبقى واسعه، ف2 يعني اخر 2 وخلاص. هنخش على الاورفيس اوبنر. الاورفيس اوبنر مهم جدا 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 ان احنا نعمله بتكنيك صح عشان نتفادى اي اخطاء. بندخله في الكنال 3 4 ملم ماكسيمم، مش بدخل اكتر من كده. يعني في الكورونال ثيرد اوعي تدخلوه اكتر من كده يا جماعه. جاست زي ما انتم شايفين انا بدخله 3 to 4 ملم، الفايل 3 to 4 ملم بس. جاست بوسع الاورفيس من فوق مرتين 3 لغايه اما احس كده، مرتين 3 او مرتين واطلع اشوف الاورفيس بانت. لو في مولر اشوف الاورفيس بانت بقت واضحه كده. بكمل كذا مره لغايه ما احس فعلا ان الاورفيس والكورونا ثيرد بقى واسع. يعني ماكسيموم مرتين 3 مش اكتر من كده في الكنال. بعد كده هنخش باول فايل اللي هو في الفايلات اللي انا وريتها لكم دي، بيبقى 20 بيبر 4. بنبدا ان احنا ندخله واحده واحده على نظبط الستوبر على البريكنج لينس بنفس الموشن بالظبط اللي انا قلتها لكم في الجلايد باث. وفي حاجه كمان، انا كنت منزله لكم فيديوز عن الاوبتيوريشن،
وعن الانسترومنتيشن ستيب باك تكنيك عادي جدا. لو محتاجين تشوفوها شوفوها الفيديوز في القناة بتاعتي، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. طيب خلصنا كده. طبعا ما ننساش ما بين كل فايل روتري والتاني احنا بنعمل irrigation مهم جدا، وبنعمل patency بفايل 10 خصوصا لو انا في مولر، لان حرفيا اي دبريز بتسد الكنال، فممكن تلاقي نفسك مش بتخش الوركينج لينس اصلا. هنا اهو بنتشيك البيتنسي بتاعتنا. لو الفايل ما بيخشش للفول وركينج لينس بنسحب الفايل، نسيب الروتري خالص، ما بنexert don't exert pressure على الروتري فايل عشان تحاول ان انت توصل الوركينج لينس. لا، احنا بنطلع الروتري اصلا ونبدا ان احنا نستعمل patency وirrigation. ممكن كمان لو انا بستخدم فايل 20 روتري ما بيخشش، ممكن استخدم فايل 20 مانوال للوركينج لينس، وابدا اعمل بيه شويه انسترومنتيشن كده بحيث ان انا اوسع الكنال وهيئها ان هي تخش الروتري. ان انا احاول اعمل بريشر بالروتري فايلز، لا، ان ممكن يحصل ايه، ممكن يحصل لدج، ممكن يحصل حاجات كتير جدا. هنخش على الفايل اللي بعده على طول، اللي هو هيبقى ايه، هيبقى 25 تيبر 4. نبدأ ان احنا نستخدمه بنفس الموشن، وبرده لو ما دخلش بنبدأ نكرر التكنيكس دي زي ما قلنا واحدة واحدة. بعد كده هنكمل باقي الخطوات نفس التكنيك اللي احنا بنعمله عادي جدا. كل فايل برضو بنوصل بنوصل ملي working length وبنطلع. طيب هنا برضو الفايل ما بيخشش، فبنعمل برضو ايه، بنعمل patency وبجيب نفس الفايل بس ستانلس ستيل فايل، وابدأ اعمل في الكنال شوية كده لغاية ما يدخل. حاجة مهمة قوي نبقى عارفينها، ان انا بستخدم 20 تيبر 4، 25 تيبر 4، وعندي اختيارين، يا اما 25 تيبر 6 يا اما 30 تيبر 4. ما ينفعش استخدم الاتنين ابدا ابدا ابدا، وخلي بالكم من النقطة دي جدا. فانا لو لقيت الكنال كبيرة، فمثلا انا في انسايزر او في بريمولر لارج كانال، او في برايمري تيث، يعني الكنال بتاعتي واسعة، فبنستخدم ايه، بنستخدم 25 تيبر 6. اما لو الكنالز ضيقه زي طبعا في المولرز عامه بنستخدم 30 تيبر 4. فهنا انا شايفه ان هو بري مولر الكنال بتاعته كانت كبيره، فاستخدمت اخر فايل بتاعي كان 25 تيبر 6. بس في حاله لقيت ان الجاتا بيركا الكورسبوندنج ليها ال 25 تيبر 6 مش بتخش، ولو عدت بالفايل تاني انسترومنتيشن وكان لوز برضو وبازالت الجاتا بيركا مش بتخش، ففي الحاله دي actually I can use جاتا بيركا 30 تيبر 4، ولو هي فيتت كويس في الكنال وفي توك باك فممكن استخدمها عادي جدا، مش هيبقى فيه اي مشكله معايا. لكن ما اروحش مثلا ان انا لقيت ال 25 تيبر 6 مش بتخش، فمش هستخدم 30 تيبر 4، فهستخدم روتري فايل 30 تيبر 4. ده ما ينفعش، لان هتعمل حاجه كده في الايبكس مش هيبقى فيه جود ايبيكال سيل خالص. فالاحسن ان انا طالما نهيت ب 25 تيبر 6 يبقى ما تجيش جنب الفايلات تاني بقى خلاص، ما تستخدمش 30 تيبر 4. لا، انت ممكن بقى تحاول تصغر الجاتا بيركا، ومع العلم ان احنا بنصغر، ولكن لازم تكون الجاتا بيركا فاتت في الكنال وعامله توك باك وايبيكال سيل كويس جدا ومش بتعدي من الايبكس. اوكي، ففي الحالات اللي انا قلتها ديت ممكن نستخدم جاتا بيركا اصغر. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده بكل الحاجات اللي تخلوا بالكم منها في الروتري انسترومنتيشن. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتسالوني على اي حاجه في الكومنتس، انا برد على كله. ولو محتاجين اي فيديو ضروري المره الجايه قولولي وانا هستجيب لكل حاجه انتوا بتقولوها. فاتمنى تكون الفيديو اعجبكم واستفدتوا كتير،
ومع السلامة.